اي واحد غادي يمشي للسوق باش يشوف القطيع اللي كاين ديال الخرفان او الماعز او حتى البقري من ناحيه الجوده والثمن، فغادي يتخلع ويتزعزع، وخاصه اذا كانت عنده فكره على الوضعيه ديال السوق هذا عام. الأثمنة اللي كتداول دابا في السوق غاليه بل فاحشه، وبعيده على المتناول ديال شريحه واسعه من الناس. اللي شرى العام اللي فات ب 3000 درهم خاصو يحط هذا العام بين 4500 و 5000 درهم. السوق تزاد تقريبا ب 1500 حتى ل 2000 درهم، في حين ان الجوده كاينه واخا الظروف ديال الفلاح قاسيه، ولكن مع ذلك ما فرطش، الجوده كاينه ولكن بالثمن. في هذا الفيديو غادي نحاولوا ندردشوا فيه على الاسباب اللي خلات الاثمنه ديال الاضاحي تطلع هاد الطلعه الصاروخيه. واش هذا الشيء عنده علاقه بالتضخم او الجفاف اللي عرفته المملكه المغربيه، او ان العوامل كتعلق بالكساب اللي ما بقات عنده هاد الفكره ديال انه يكسب الخروف طول العام ويوفر ليه العلف والماكله، وفي الاخير يتبع ولكن دون انه يغطي المصاريف ديالو. خاصكم تعرفوا اولا ان المملكه المغربيه كتعيش حاليا واحد من اسوأ الفترات المناخيه خلال هذه السنوات الاخيره. الجفاف كيضرب للسنه السادسه على التوالي، مما يعني ان الزراعات البوريه كلات العصا في العديد من المناطق في المغرب. الفلاحه كانوا كيعولوا على الشتاء وكيكملوا وان اقتضى الحال بالسقي، ولكن للاسف الشديد ولا السقي هو القاعده والشتاء هي الاستثناء. اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان الفلاح باش يسقي الفصة او الشعير او الفول الى اخره فضروري يخلص الفاتوره، في حين انه كان يقدر يسقي حتى ل 80% غير بالشتاء وكيكمل بالسقي. هذا الشيء كيعني مصاريف اضافيه، وبهذه الظروف كتولي الفلاحه صعيبه، والتربيه ديال الكسيبه كيكون اصعب. بزاف ديال الكسابه في هذه الظروف كيخسروا من جيبهم باش يوكلوا البهايم ديالهم، وهذا عامل من العوامل. بزاف ديال الكسابات تشكوا من الغلاء ديال الاعلاف. الا دخلنا نشوفوا اش كيقصدوا بهاد الاعلاف، فكنلقاو الذره والشعير والخرطال او الشوفان، ثم الفصه والصوجه والفول والجلبانه الى اخره. بالمقارنه مع الاسعار ديال السنه الفارطه فكنلقاو باللي السعر ديال الفصه كيدور بين 70 و 90 درهم للباله، في حين انه ما كيفوتش 75 درهم كاقصى حد خلال السنه الماضيه. اما التبن فوصل الثمن ديالو ل 50 درهم للباله مقارنه ب 30 درهم السنه الماضيه. بالنسبه لباقي الاعلاف بحال الفول والذره والشعير فطرحت الزيادات في الاسعار ديالها بين 10 ريال او 50 سنتيم الى درهم ونص مقارنه بالسنه الماضيه. هاد الاعلاف قليل الانتاج ديالهم، والسبب هو هذا العامل الطبيعي المتمثل في الجفاف، ثم العامل البشري واللي هو ان السياسه الفلاحيه الحاليه اللي كانت معروفه بالمخطط الاخضر واللي سميتها حاليا الجيل الاخضر ما كتعطيش الاهميه لهذا النوع من المشروعات، بل كتركز على الفلاحه التصديريه وهي اللي كتلقى الدعم اللازم. هذا عدم الاهتمام بهذه المزروعات هو اللي خلى الاثمان ديال الاعلاف ترتفع، وبالتالي كتنعكس على الاثمان ديال الاغنام بجميع الانواع ديالها. باش تغطي هذا النقص لجأت الحكومه للاستيراد من الخارج، وغادي تمنح دعم من القيمه ديالو 500 درهم للراس الواحد. المستورد اللي باغي يدخل الاغنام من الخارج خاصو يدخل على الاقل 1000 راس، وخاص تكون فيه على الاقل 30 كيلو في الوزن. المعادله العجيبه اللي غادي نلقاو هو ان الحكومه نجحت في استيراد الاغنام، وربما ان العدد المعروض كافي، ولكن ما قدرتش انها تحكم في الاسعار ديالها. ناخذ مثلا الميرينوس اللي جاي من اسبانيا، كيتعتبر هذا النوع من الخراف ذو جوده عاليه، الثمن ديالو ممكن يطرح بين 1700 درهم حتى 3000 درهم. هذا الشيء اللي سمعته قريته في الصحافه، ولكن الواقع شيء اخر. فعلا قريت بان الجوده ديال اللحم ديال الميرينوس مزيانه، ولكن هذه الاثمان اللي كتدوي عليها الصحافه فراه ما كايناش. انا شفت الميرينوس كيتباع في السوق ب 2800 درهم، اي 56000 ريال، وباقيين صغار. اذا الاستيراد خفف شويه فقط، ولكن ما حلش الازمه اللي كتبان بانها ظرفيه وكتعلق بمرحله الجفاف. للاشاره فهاد الخرفان المستورده مدعومين من الدوله ب 500 درهم للراس الواحد، بالاضافه الى ان المستوردين ديالها معفيين من الرسوم الجمركيه. ما العمل؟ اشنو نقدروا نديروا؟ هو ان الجفاف بدل بزاف ديال الاشياء وخلى بزاف ديال السلع تضاعف الاثمان ديالها، ماشي غير الاضاحي وانما اي حاجه. الغلاء هي السمه الاساسيه. في ظل هذه الظروف ديال الجفاف خاص الدوله تفكر في سياسات تقدر تفك هذه الوحده. خاص التفكير يمشي لتطوير سلالات جديده ديال الاغنام اللي عندها جوده عاليه وكتصبر للمناخ الصعب ديال المغرب. خاص الدوله توعي الفلاح بالطرق الجديده ديال تربيه المواشي. هذه القضيه ديال محطات تحليه المياه تقدر تدفع بحيث تكون عندنا مراعي خاصه بالمواشي، ويتم التفكير في زراعه الاف كتصبر لهذا المناخ
وفي نفس الوقت عندها مردودية كبيرة. خاص أيضا حتى تقديم الدعم للفلاحين ماشي للمستوردين اللي كيتعتبروا تجار وشناقة ماشي ولاد حرفة. الفلاح اللي خاصو الدعم على جميع المستويات، تمكين الأعلاف بأثمنة في المتناول، سلالات جديدة والتكوين والتأطير والمواكبة. كاين بزاف ما يتقال. عيدكم مبارك سعيد، عيد ودعود إن شاء الله. دمتم بود والسلام عليكم.